ما لم يكن في الحسبان وقع، بعد أن تحولت إلى ظاهرة حقيقية في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، وصارت تهدد عرش نوتيلا، وجهت اللوبيات ضربة تحت الحزام لشوكولاتة المرجان. منذ الصباح تداول عدة مؤثرين خبر منع دخول آخر شحنة لشوكولاتة الطلي المرجان. في الوهلة الأولى ظن الكثير أنها مجرد إشاعات. منذ الصباح تداول عدة مؤثرين خبر منع دخول آخر شحنة لشوكولاتة الطلي المرجان. في الوهلة الأولى ظن الكثير أنها مجرد إشاعات، غير أن منشورا لمصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك قطع الشك باليقين، وقال هذا الأخير في صفحته على الفيسبوك: منع آخر شحنة من منتوج المرجان من التفريغ بأوروبا يستندون إلى المادة 20 الفقرة الثالثة من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2020/2292.